ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش الشير واللايك وكمان كومنت حلو منكم تحت الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في الصفحة عشان يوصل لكم كل جديد. معانا هنا هنعمل النهاردة كيكة نايتي بطريقة خفيفة وسهلة جدا، كل الاطفال بيحبوها بمقادير بسيطة قوي. هتبقى بيضة، نص كوباية زيت نباتي، ويا ريت الزيت ده ما يبقاش له ريحة عشان الكيكة تطلع معاكم طعمها حلو. كمان كوباية لبن، كوبايتين دقيق، ونص كوباية سكر. هنحط البيضة، عليها رشة فانيليا أو كيسين فانيليا. هنقلب كويس، وكمان رشة ملح خفيفة كده بين صوابعنا. هنضرب البيض مع الفانيليا كويس، وبعد كده هننزل بالسكر. وطبعا السكر ده تبع رغبتك، انت ممكن تكتري السكر وممكن تقللي، يعني مش شرط تمشي على رتم النص كوباية اللي انا حاطاه. قلبت كويس لحد ما بقى المزيج فاتح زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبدأ انزل باللبن واقلب. بعد كده هنحط نص كوباية الزيت، وبعد كده هنبدأ ندخل الدقيق عليها، وهنحط على الدقيق معلقة بيكنج باودر صغيرة. ما تكتروش البيكنج باودر. البيكنج باودر هيخلي الكيكة تعلى منك قوي في الفرن، وبعد كده هتهبط وهتهبط وهتبقى معجنة، مش هتبقى كويسة. هنقلب الخليط كده، ولو حسينا ان هو تقيل شوية ممكن نحط له كمان رشة لبن، نحط له قصدي كمان شوية لبن صغيرين، لحد كده العجينة ما تبقى كده فلوفي وخفيفة جدا معانا. شايفين العجينة خفيفة؟ انا عايزاها نفس السمك ده بالظبط. بعد كده هناخد منها كده معلقتين، ونحط عليها معلقة كاكاو بودرة. ناخد منها كده شوية صغيرين خالص، معلقة بقى كاكاو بودرة عليها، ونقلب كويس. ولو حسينا بعد ما نحط الكاكاو طبعا هنلاقي العجينة دي تقلت قوي معانا، هنحط لها بس معلقتين لبن نخفها بيهم شوية ونقلبها. وبعد كده هنجيب كيس من اكياس التلاجة، بعد ما نقلبها كده والمزيج يختلط كويس ببعضه، هنجيب كيس من اكياس التلاجة وهنحطها فيه، ويدوبك كده ايه، نقطع الكيس قطعة صغنونة جدا من تحت، حاجة كده صغير. هنجيب الصينية او القارب بتاعنا وهنحط عليه ورقة زبدة عشان الكيكة ما تلزقش في الصينية. احنا عايزين نطلع كيكة سليمة ونطلعها كده بمنتهى السهولة، فمفيش حل غير ان احنا هنحط ورقة الزبدة ونديها مسحة الزيت. ولو انت ما عندكيش ورقة زبدة تقدري تبطني الصينية بطبقة من اي مادة دهنية وتحطي عليها رشة دقيق. حطينا طبعا، انا عايزه سمك الكيكه تبقى، سمك العجينه عايزاها تبقى خفيفه، لان احنا هنعمل طبقتين، فمانيش عايزه السمك العجينه تبقى تخينه، يعني عايزه السمك يبقى خفيف. بعد كده هنبدا نحط العجينه في كيس تلاجة ونقطعه صغنن من تحت، ونبدا نحط كده خطوط على كيكه من فوق باي خله اسنان بقى، وتقدري بقى تفضلي رايحه جايه كده، هيطلع معاكي بالشكل ده بالظبط بمنتهى السهوله. بس كده ادخلها الفرن، هتقعد بالظبط 20 دقيقة في الفرن على رف متوسط، درجة حرارة متوسطة. تحطها على الرف المتوسط لان هي مش هتتحمل ان انت تحطيها قرب النار، هي يعني العجينة صغيرة فهتستوى معاكي بسرعة. هنسيبها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده هنشيل من عليها، نقلبها كده على وشها ونشيل من عليها الورق الزبدة، وهنقسمها بقى بالنص. نجيب بقى معلقة مربى، ممكن انا مثلا كان عندي مربى فراولة، تقدري انت تحطي، ممكن تحطي شوكولاتة، ممكن تحطي عسل، ممكن تحشيها زي ما انت عايزة، نوتيلا. انا حشيتها هنا بمربى الفراولة عشان تبقى شبه النايتي اللي كنا بنجيبه زمان بالظبط. هنبدأ كده نسوي الأطراف، طبعا الأطراف دي ما بنرميهاش، هي تقريبا بتتاكل كده واحنا واقفين من الأولاد، فهنسويها بس عشان تطلع معانا ايه، مربعات مظبوطة. قطعناها كده، وبعد كده هنقسمها بقى بالنص ونبدأ نقطع مربعات زي ما انت عايزة، السمك اللي انت عاوزاه. انا هنا المربعات كانت حجمها وسط، لا كبيرة ولا صغير، يعني ممكن لو كنت صغرت شوية كانت عملت معايا 10 قطع.
دي كان شكلها بجد، كانت هشة وطرية وجميلة قوي وكانت خفيفة. ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا كومنت حلوة تحت الفيديو.